ازيكم؟ عمرك سألت نفسك هو احنا ليه بنتشائم؟ وليه الإنسان قرر يخاف الأول قبل أي حاجة؟ القصة دي بدأت قبل المدن وقبل الحضارات. زمان الإنسان البدائي كان عايش في الغابة، والليل بالنسبة له ما كانش رومانسي خالص، ده كان فيلم رعب حقيقي. أي صوت أي حركة أو عين بتلمع في الضلمة معناها احنا كده تقريبا هنموت يا معلم، اجري يا مجدي. فعقله اتبرمج على الخوف، ومن هنا طلع المثل العبقري من خاف سلم. يعني الخوف كان ضروري للبقاء، ومن الخوف ده اتولد التشاؤم، وبدأ الإنسان يوزع النحس يمين وشمال على كائنات مسكينة ملهاش أي ذنب. معانا أول ضحية الغراب، الطائر المسكين مكروه في كل حتة تقريبا. ليه؟ لونه أسود وصوته مزعج وبيظهر بعد الكوارث والحروب. طيب هو اللي عمل المصيبة؟ لأ، بس كان موجود في الوقت الغلط، فقالوا ده نحس فيشيل بقى. أمال يعني مصايبنا نشيلها لمين؟ مع إنه من أذكى الكائنات، بس نقول إيه، حظه معانا كده. نيجي للبومة، أم عيون جريئة وصوتها اللي بيخض، وبتطلع برضو بالليل. بقينا لما بنتشائم من بعضينا نقول ده عامل زي البومة. فحضارات قالوا عليها حكيمة، وحضارات تانية قالوا ده نذير شؤم. في مكان حبوها ومكان تاني كرهوها واتشائموا منها. البشر دول حاجة عجيبة جدا. نيجي بقى للقطة السوداء المسكينة اللي اتظلمت ظلم رهيب، فحضارات قدسوها وحضارات تانية حرقوها مع الستات بتهمة السحر. كل ذنبها إن لونها أسود وعيونها بتلمع، واتوجدت في المكان والزمان الغلط. أما التعبين فده خوف غريزي مبرر، قرصة واحدة منه بتموتك. وعندك كمان الخفاش، مصاص الدماء وساكن الضلمة، استخدموه كمان في أفلام الرعب، مع إنه كائن عادي خالص. أي نعم يعني شكله مش لطيف وبيتغذى على الدم، بس أهو موجود عادي، هنعمل إيه؟ مش أحسن من الديناصورات؟ ندخل بقى على الكلب الأسود، قالوا عليه ملبوس ومحدش فكر ولا يسأل ليه دايما بنخاف من أي كائن أسود، لأن الأسود رمز للضلمة وطبيعي بالخوف الغريزي. وإحنا بقى تعودنا نردد مخاوف أجدادنا بدون ما نفكر. آخر حيوان هو الضفدع، في بلد قالوا بيجيب المرض وبلد تانية بيجيب الحظ. نفس الكائن بس الأسطورة بتختلف من مكان للتاني. الخلاصة المشكلة مش في الحيوانات، المشكلة في الإنسان اللي بيخاف من اللي مش فاهمه واللي مش شبهه، فبدل ما يسأل ويفهم بيمسك الأساطير وبيعيد تدويرها جيل ورا جيل. والأكيد الغراب ما كانش نذير موت، والبومة مش شؤم، والقطة سودا مش بتجيب الشر. يمكن كلهم كانوا مراية عكست خوف الإنسان نفسه. في الآخر مش كل حاجة بنخاف منها تبقى شر، ومش كل مختلف يبقى شؤم. المهم نقف وقفة ونسأل نفسنا، هو ده خوف حقيقي ومبرر، ولا حكاية قديمة ورثناها من مجتمعنا وبنرددها من غير ما نفكر؟ يا ريت تشاركوني رأيكم في التعليقات. سلام.